مين قال لك ان الشطافه شطافه؟ مش يمكن جهاز تنصت زرع وكائن فضائي بهدف خوذقه كل اهل الارض تما؟ الشبشب لا ما ضاعش عادي. مين اللي ضحك عليك وقال لك ان الشبشب مجرد ماده بلاستيكيه؟ مش يمكن يكون عين فضائي عايز يبجي علينا ويجي لنا بعد سنين ويقول لنا انه كان شايلنا في عينه؟ امك لا عادي يعني. كم مره امك شكت انك بتحب؟ كم مره شكت انك بتشرب سجاير؟ طب تعالى بقى نبدل الادوار. كم مره شكيت ان امك مش امك؟ قدرتها الخارقه على رصد الاشياء اللي ضاعت منك زي البنطلون الاسود او فرط الشراب الابيض، ذاكرتها الارشيفيه اللي تخليها عندها قدره ترجع لغلطه انت عملتها من 7 سنين. 7 سنين ده انت كنت لسه ما بلغتش اصلا. خليني اسالك، كل ده واكتر ما خلاكش تشك في مره ان يا ريبوت سبراني مزروع عندكم في قلب الصاله؟ عمرك شفت ريبوت بيعترف انه غلطان او بيعتذر انه هنج؟ لو قالت لك ان الارض مربع فده موضوع لا يقبل النقاش. عارف ليه؟ لان البرمجه بتقول الام لا تخطئ، ولو اخطات فالخطا في الواقع نفسه مش في السوفت وير. والسؤال هنا، هل احنا عايشين في عالم حقيقي ولا احنا في حلم واحد مقيل تقيلة العصاري؟ سيبك بقى من جو ريحه الشاي بلبن والشباشب اللي انت عايش فيه ده، وتعالى معايا هاخدك في اوضه ضلمه، هقعدك مع واحد لابس بورنوس قديم شويه والجو هادي خالص والدنيا هص هص. لا مش عايزك تخاف، ده رينيه ديكارت عادي جدا، بس انا بحب السسبنس شويه يعني. ده رجل فرنسي الاصل والجنسيه. وقبل ما اكمل ومن موقعي هذا احب اوجه للفرنسيين حاجه اللي اتعمل فينا زمان انا وكل اهل الشمندوره بندفع ثمنه النهارده، وصدقني حينما يحين دورنا سوف لن نرحم احد. وعد بعد 100 سنه من النهارده في فرنسا، كل ما تروح بنك هتلاقي 2 شبهي، كل مطعم هتلاقيني طباخ فيه، كل عياده هتلاقيني دكتوره، ما بين كل 10 تكاسي هتلاقيني سايق منهم 14. اتقال علينا يا فرنسا. نرجع لموضوعنا في قلب اوضه ديكارت. رينيه ديكارت كان قاعد في اوضته فاضي ما بيعملش اي حاجه، فقرر يعمل جرد لكل معلومه دخلت دماغه من يوم ما اتولد لحد دلوقتي. قال لنفسه وانا كل اللي اعرفه ده جبته منين؟ جبته عن طريق الحواس. عيني شافت وداني سمعت مناخيري شمت واخرون قاموا بداوا وظيفتهم على اكمل وجه. بس من هنا بقى بدات المصيبه، وتفكير المعلم ديكارت بدا ياخد سكه تانية خالص، سكه اللي يروح ما بيرجعش، عشان اللي رجع ما راحش اساسا. ديكارت شكك لك في الحواس كلها. قال لك خلاصه يعني لو حواسك هتخدعك وتخليك تعتقد ان السراب اللي هناك ده بركه ميه، وتخدعك وانت نايم وتخليك تعتقد انك اتجوزت بيلي عليش وبتطير في الهواء وبتشرب لابسه، وبمجرد ما بتصحى بتتصدم ان كل ده وهم. فلو بتخدعك وانت صاحب حاجه زي وهم السراب، وبتخدعك وانت نايم بحاجه زي الاحلام، يبقى اي معلومه دخلت عن طريق الحواس دي هي معلومه مشكوك فيها، وبالتالي ما ينفعش تبني عليها اي حاجه في حياتك. طبعا ده هبد ديكارت بالغ التعقيد، لان ديكارت وقع في مغالطه اسمها التعميم الظالم، زي مثلا درجه حراره عاليه عملت سراب، او حتى ضوء انكسر في الميه، او تقيله العصاري بعد ما ضربت حله محشي خليتك تحلم بحاجات غير منطقيه. ده كله حاله استثنائيه يا معلم. هم معنى ان في ستات خاينه انك تقول ان كل الستات خاينه؟ انا عارف انك بتعمل كده بس ده برضه غلط صدقني. او ان مثلا في رجاله شمال فنقول ان كل الرجاله شمال؟ انا عارف ان انت كمان بتقولي كده بس ده كمان غلط. الحواس شغاله صح بنسبه 99% في حياتك، وبتقلش منها في 1% بس لما يبقى في ظرف فيزيائي مختلف. وبعدين يا عم ديكارت، لما انت قربت من السراب وما لقيتش ميه، مين اللي قال لك ان ده كان سراب اصلا؟ عقلك لما حلل الموقف ده وقال لك ان ده سراب، عقلك لما حلل الموقف ده وقال لك ده انكسار للضوء. يعني ادواتك المعرفيه الحس والعقل هي نفسها عندها القدره ان هي تكشف لك الخدعه وتصلحها. طالما السيستم بتاعك عرف يفرق بين الصح والغلط، يبقى العيب مش في السيستم، ولا محتاج تفترض انك عايش في حلم، غير ان الحلم ده اعاده تدوير لذكرياتك وشويه معلومات جمعتها بحواسك، او رؤيه صالحه من عند ربنا. والا فهل عمرك حلمت بلون ما شفتهوش قبل كده؟ اختبرت احساس ما جربتهوش قبل كده؟ الاحلام هي الفرع واليقظه هي الاصل. وجود الحلم نفسه هو اكبر دليل على ان في واقع بجد. الواقع ده انت نقلت منه عشان تحلم، ولا انت يعني الفلوطه اللي بيعمل شرابات من ماتيريال لا كونيه؟ ديكارت ما اكتفاش بالشك في الحواس، ده شلح الجلابيه في اسنانه وفتح الكاميرا الخلفيه وقرر يصعد الامور لاعلى مستوى. قال لك طب ايه اللي يمنع ان يطلع مفيش عالم اصلا، لا بيوت ولا شوارع ولا شمس ولا قمر ولا انا ولا انت؟ ده انت محمود صلاح لو قفشك هينحت لك تمثال. ديكارت قال لك ايه اللي يمنع ان يكون في شيطان بيخدعنا، كائن خفي وخبيث قاعد ومسلط علينا شعاع معين، او الاسوأ يطلع موصلنا بكابلات ومفهمنا ان احنا عايشين وبنختبر الحياه بتفاصيلها وبذكرياتنا، في حين بقى ان كل ده مجرد وصله. تخيل نطلع في الاخر متوصلين بالشاحن. تعرف بقى ان ديكارت هنا وقع في اكبر فخ منطقي في تاريخ الفلسفه كلها، مغالطه اسمها الدور المنطقي. افتكروا كده معايا اعزائي الفتيان والفتيات، ديكارت من شويه قال لنا ايه؟ قال هشك في كل حاجه لحد ما اثبت وجود العقل والواقع بشكل برهاني. وبعدها يا مؤمن ما خدش دقايق وقال لك عشان اثبت وجود العقل والواقع هستخدم البرهان والمنطق. ها فهمت حاجه؟ والله انت لا فاهم حاجه وعمال تهز في دماغك وخلاص. هنفهم مع بعض دلوقتي. هو هنا اثبت المنطق بالعقل، واثبت العقل بايه؟
بالمنطق، يعني رايح يثبت العقل بالبرهان العقلي اللي هو اصلا بيشك فيه. زي واحد يقول لك انا هثبت لك ان الباسبور ده مش مضروب، فيقوم فاتح الباسبور ويقول لك اهو مكتوب جواه ان هو مش مزور. شفت الصيع؟ عشان تفهم المغالطه دي كويس، تخيل ان انت ليك واحد صاحبك مزعلك، وقدر ربنا ان انت كمان مزعله، فقال لك والله العظيم ما انا مكلمه الا لما يتصل بيا الاول، وانت رحت عاندت معاه وقلت والله العظيم ما انا مكلمه الا لما هو اتصل بيا الاول. في اللحظه دي لا انت هتبعت له ولا هو هيبعت لك. هو ده ببساطه الدور المنطقي، واللي وقع فيه كابتن ديكارت. وبعدين المفروض من اول ما قال ان احنا متوصلين بشويه شواحن، كان المفروض المجتمع الفلسفي يفهم ان احنا قدام واحد تعبان في دماغه، لان ده معناه ان هو شكك في كل حاجه، ووقتها هيشكك ان هو اصلا بيشك. انت واخد بالك من الجنان اللي وصل له؟ وفي الاخر بنقول عن ده فيلسوف عامل لي فرضيه بتاكل نفسها. ما انت لو محبوس في وهم كامل ومطبوع على دماغك 100%، يبقى الوهم ده بالنسبه لك هو الواقع الوحيد المتاح، ومفيش اي وسيله انك تتجاوزه. وبعدين ديكارت سال نفسه سؤال: لو كل حاجه بتخدعني، امال مين اللي بيشك دلوقتي؟ ومن هنا طلعت اشهر جمله قالها ديكارت: انا افكر اذا انا موجود. وهي دي بقى النقطه اللي عقلاء العالم خدوه فيها غسيل ومكوى، لان ديكارت عشان يقول انا افكر افترض مسبقا كلمه انا، وافترض الوعي والوجود قبل ما يثبتهم اصلا. يعني رجع يستخدم البديهات الفطريه اللي كان بيحاربها من نص ساعه. ما انت لو شككت ان انت موجود هتشك ان انت بتفكر، فلو قلت ان التفكير بديهه هقول لك موجودك كمان بديهه. فكان ايه لازمه يا عم ديكارت الفيلم ده كله من الاول؟ الانسان مننا نزل من المصنع بمجموعه من البديهات العقليه لا تقبل الشك ولا محتاجه كل اللف والدوران ده. سيبك بقى من كل ده وخليني اقول لك اصل المشكله اللي كانت عند ديكارت، واللي عند الجماعه اللي بيقلدوا في منهج الشك بتاعه. ديكارت افترض ان كل حاجه لازم لها دليل خارج عنها، والافتراض ده في حد ذاته محتاج دليل، لان الانسان العاقل هيقول لك ان في حاجات دليلها ذاتي وفي حاجات دليلها بره عنها. عندك مثلا واحد قال لك انا نجحت في الامتحان، هتقول له يا عم انا عايز دليل على كلامك ده، فلو جاب لك شهاده النجاح مش هينفع تشك ان انت شايفها. وهنا بنفهم ان في معارف ما ينفعش ان انت تشك فيها، المعارف دي دليلها ذاتي مش محتاجه دليل بره عنها. حاجه كده زي واحد بيقول لك انه بيفسر الماء بالماء، امال انت عايزني افسره لك بايه يا حبيبي؟ ما هو الماء يعني ماء مش يعني بيتزا. لو فاكر ان الواقع وهم وان الشيطان بيخدعك، ابقى جرب تحط ايدك في النار وشوف الوجع ده وهم ولا سيستم بجد. بس الانسان بطبعه بيحب الفزلكه، يحب يبذل الغالي والنفيس في سبيل ان هو ما يبذلش اي حاجه. الانسان رافع شعار مصطفى الاشعاع: احنا بعون الله سدادين. هتتكلموا في عفش احنا نجارين، هتتكلموا في صرف احنا سباكين، هتتكلموا في غايه وجنه ونار احنا ماشيين. سلام عليكم.